تفاصيل المفاوضات ما بين بيراميدز واليو ديانج. في بعض المواقع وبعض الناس على السوشيال ميديا يقول لك اليو ديانج مش في حسابات بيراميدز، بيراميدز مش عايزه اليو ديانج، بيراميدز مش حاطه اليو ديانج في دماغها. انا بقول لحضرتك عزيزي المشاهد، بيراميدز عايزه اليو ديانج جدا، وبيكثفوا المفاوضات معاه هذه الفتره بشكل كبير جدا. هي في فرقه في مصر مش عايزه اليو ديانج؟ لاعب كبير، لاعب كبير. اتصلوا بيه وقالوا له يا ديانج، قال لهم نعم. قالوا له احنا عارفين ان الاهلي عرض عليك 1,100,000 دولار. قال لهم حصل. قالوا له طب احنا بقى يا ديانج عارضين عليك 3 مليون دولار. قال لهم طب ادوني فرصه افكر. قالوا له فكر، فكر براحتك، بس في حاجه. قال لهم ايه؟ قالوا له عايزين بس نمضي عقد اتفاق قبل ما تسافر كاس الامم. يعني فكر وخد وقتك في التفكير، بس قبل ما تسافر كاس الامم نكون عاملين عقد اتفاق. فبيراميدز مهتمه باليو ديانج جدا. لازم النادي الاهلي يتمسك باليو ديانج، يقنعوه. مش بقول لك علي الفلوس، مش بقول لك طلعوا السما في الفلوس، بس حافظ عليه. اليو ديانج مهم في النادي الاهلي واضافه للنادي الاهلي. يعني كلامي ده مش معناه ان الاهلي يعلي السعر قوي واوضه اللبس تبوظ لا 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 لا، مش قصدي خالص ده، مش قصدي خالص ده. بس اقنعوه. كابتن وليد صلاح الدين عليه ان هو يقعد معاه ويقنعه، لان اليو ديانج مع النادي الاهلي وجوده مهم.